السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس وانتم تفرجوا في هذا الفيديو. اليوم جيت ندير معكم وصفه كيك بالتفاح، وصفه بزاف بنينه وتجي يعني حجم كبير كما راكم تشوفوا. انتم طبعا تقدروا تنقصوا من المقادير اذا المول تاعكم ماشي كبير. يجي بنين هشيش ومشرب بالداخل بهذاك التفاح. دوك راني نقطع معكم، شوفوا هنا قطعته كان سخون، نقطعوه بالمستعمل المنشار. هاوليك تقوليه مشرب هذاك التفاح الداخل، يعطيه بنه خياليه. نتمنى انكم تجربوه وتنجحوا فيه. من فضلكم ما تنساوش الجام باش يلحق هذا الفيديو الى اكبر عدد من المشاهدين. في البدايه نجيبوا 3 حبات بيض، نديروا لهم قرصه تاع الملح، ملعقه تاع فانيليا، ونضيف لهم كذلك كاس الا اصبع تاع سكر عادي. نضرب الخليط كامل بالباتور حتى يبيض هذاك الخليط يولي رغوي. نضيف له الان كاس الا ربع تاع الزيت، هذا الكاس تاع 220 مليلتر. بالنسبه للناس اللي حابه دير الكيل صغير على هذا دير نص كاس. فوالا هنا ضفت لها هنايا كاس الا ربع تاع حليب، يكون الحليب في درجه حراره المطبخ ماشي بارد ينجح لنا الكيك. نضيف هنايا 2 ملاعق تاع مكسرات، هذه اختياري ماشي شرط نديروه، نتوما اذا كان عندكم ديروا، اذا ما كانش عندكم ما ديروش. درت الكاس الاول تاع الفارينه، كيس خميره كيميائيه 10 غرام، وبديت ندخل فيهم غير بالفوي، نبدا نخلط غير بالعقل هكذايا. نضيف الكاس الثاني ونزيد نغربلو كذلك. نضيف الكاس الثاني بدفعات باش نشوف القوام تاع لاباري ديالنا، على خاطر الفارينه كل خطره كيفاش تجي، دي فوا تشرب دي فوا لا. وكذلك البيض عنده دور، الحليب، الزيت، دائما هادو عندهم دور في الكميه تاع الفارينه. انا هنا القوام جاني شويه خفيف، ضفت لها ملعقه الاخيره هذه اللي زدتها باش ولا القوام مليح. هايليك درت لها ملعقه، ومن بعد لقيت القوام جا ثقيل، يعني مليح ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف. لكم المقادير كامل في صندوق الوصف. اذا هنا جبنا 2 حبات تاع تفاح، قشرتهم طبعا، ضفت لهم 2 ملاعق تاع سكر، وزدت لهم رشه تاع القرفه. انا ما حبيتش نكتر القرفه، وانتم اذا تحبوا اكثر من هكذا ديروا. نجيب المول اللي كنت دهنته ومن بعد درت له ورق الطهي، وبديت حطيت لاباغي مع الاول. درت الطبقه الاولى، ومن بعد حطيت كميه تاع تفاح فوالا في الوسط هكذايا، ومن بعد نزيد لها الطبقه الثانيه اللي قعدت تاع العجينه. هايليك شوفوا عمرتها مليح. بالنسبه للقياس تاع المول 26 سنتيمتر، نتوما اذا عندكم صغير على هكذا نقصوا من الكميه تاع لي زانغريديان، ديروا نص الكميه، ديروا 2 حبات بيض ونص كاس زيت، نصف كاس سكر، نص كاس تاع الحليب، والفارينه ديروا كاس تاع فارينه. ودرت لها هنايا التفاح اللي قعد من الفوق، وزينتها كذلك بهذاك اللوز، وحطيتها في الفرن مسخن طبعا 180 درجه. خدات لي ساعه، خليوه يطيب في غردو، يعني ما تقلقوش عليه، لازم كي تدخلوا هذاك الموس تلقاوه ناشف. فوالا جبت لاغري، حطيت هذاك الكيك ديالنا، نحيوه من البابي هذاك ونحيوه من المول، ما نخليوهمش لداخل. شوفوا هذاك الكيك كيفاش طاب، حمر شباب هايل، ما تقولوش يتحرق كي يطول، لا هو الكيك يعني عادة ياخذ بزاف الوقت في الفرن، وهذا ضفنا له التفاح، والتفاح فيه الماء، وهذاك الماء كي يطلق ياخذ وقت باش يطيب الكيك تاعنا، يتسمى ما تقلقوش عليه. اذا دالكم اكثر من ساعة عادي جدا. فوالا هاوليك الكيك تاعنا يجي ما شاء الله بنين، هشيش الداخل رائع. ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفة وتجربوها. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء.